السلام عليكم أعزائي التلميذات والتلاميذ. مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير. غنبداو إن شاء الله بأول درس في البروغرام ديال الدورة الأولى للسنة الثالثة إعدادي، اللي هو لاغاسين كاغي الجذر المربع. آه، بالنسبة لهاد الكتابة هادي اللي غادي نكتب إن شاء الله غادي نلخص لصحاب خيار فرنسي. بالنسبة للتلخيص ديال خيار عربي راه هو هادشي نفسه، ولكن نترجم للعربية. راه غتلقاوه في الانستغرام ديالي، اللي غنحط لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. يلا بلا ما نطول لكم الدراري، نبدا على بركة الله. غادي نبداو ان شاء الله باول فقره، لا راسين كاري دان نومبر ريال بوزيتيف. غندير واحد ديفينيسيون: سوا a est un nombre réel positif, la racine de le nombre réel positif dont le carré est sacré à جذر a. يعني قال لك سوا، يعني قال لك واحد الأ، واحد النومبر بوزيتيف غير، يعني عدد حقيقي موجب. قال لك لا غاسين ديال هاد ا هادي هو واحد العدد تا هو حقيقي موجب، ساكري ا لا فورم جذر ا. لا تيتكتب لنا على هاد الشكل ديال جذر ا. ريزولتا: جذر ا أس اثنان كتساوي لنا ا، وجذر ا أس اثنان كتساوي لنا ا. هنا الجذر المربع ديال جذر ا أس اثنان هي ا، الجذر المربع ديال جذر ا أس اثنان هي ا. غندير واحد دي زيكزامبل. بلاتي بعدا كنشرح لكم كيفاش. دابا السؤال المطروح راه هو شنو هو هاد الجذر المربع. عندنا الدرس الدراري مكون من الجذر المربع. شنو هو هذا الجذر المربع؟ جذر مربع بحال ما تيتكتب لنا على هذا الشكل هذا: جذر ا أس اثنان، يعني المربع هو أس اثنان والجذر هو الجذر. كيتكتب لنا على هذا الشكل الجذر، بحال هكا كيتكتب لنا الجذر الدراري. هنايا هذا هو الجذر وهذا هو الأكار، هذا هو المربع، يعني الجذر مربع. ودائما دائما دائما المربع كيمشي لنا مع الجذر دائما. وكاينين واحد دي كاغي يعني معروفين، اللي هي جذر واحد كتساوي لنا واحد، وجذر زيرو كتساوي لنا زيرو. هنا غادي نكونو عرفنا شنو هو الجذر المربع. غادي ندوزو دي زيكزامبل. غنبداو بليكزامبل الاول. اكزامبل ليكزامبل الاولاني اللي هو جذر ربعة، جذر ربعة. شنو هي جذر ربعة؟ شنو هي ربعة؟ هي جوج في جوج، جذر جوج أس اثنان اللي هي جوج. ندير واحد المثال واحد اخر، يعني الجذر المربع ديال جذر ربعة هو جوج. بحال مثلا جذر 49، جذر 49 هو سبعة في سبعة، يعني سبعة أس اثنان، يعني جذر سبعة أس اثنان. غتمشي لنا هادي مع هادي غتبقى لنا السبعة. الجذر المربع ديال هادي هي سبعة. ندير واحد الوحدة فيها الكسر وهو غيكون هو آخر مثال. بحال مثلا 25 على 100 كتساوي، أنا غنفرقو ليهم الجذر. هادي غنشوفوه في العمليات على الجذر المربع. تنقسمو في القسمة واش غنفرقو الجذر ولا لا. شنو هي جذر 25؟ هي جذر 5 أس اثنان، يعني 5 في 5 كتعطينا 25. شنو هي 100؟ هي 10 في 10، 10 في 10 هي 10 أس اثنان، اللي غتعطينا هي 5 على 10. متفقين الدراري؟ هادشي اللي كاين في هاد الفقرة. غندوزو للفقرة اللي من بعدا واللي هي خاصية ماشي فقرة. ندوزو الخاصية. فونكسيوناليتي: إلا كانت أ أكبر من الزيرو، وإلا كانت أ أصغر من الزيرو. يعني إلا كانت أ أكبر من الزيرو يعني غتساوي لنا واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة، يعني ما فيهاش الناقص، يعني مكايناش ناقص واحد ناقص جوج، يعني هادا راه موجبة. إلا كانت موجبة يعني واحد جوج تلاتة ربعة خمسة، غتبقى لك هي غتعطيك هي جذر أ أس اثنان، غتعطيك هي أ، غتعطيك عدد موجب، غتعطيك عدد
أكبر من الزيرو. إذا كانت سالبة بحال كيما قلت لكم، يعني هذا راه سالب ناقص أ راه سالب، غتعطيك هي ناقص أ، غتعطيك أكبر أصغر من الزيرو. غندير واحد ديزيكزومبل، واحد اكزومبل، هاد الاكزومبل غندوب ليكزومبل الاولاني اللي هو جذر 3 على 2 أس 2. 3 على 2 أس 2 غنفرقو عليهم، 3 أس 2 على جذر 2 أس 2 اللي هي 3 على 2. غنفرقو عليهم الأكاري وغنفرقو عليهم الجذر، ولا ممكن أنك تضرب على الجذر والأكاري نيشان من الأولين. غندير واحد المثال واحد آخر اللي هو 7 زائد جذر 2 أكاري، غتعطيك هي جذر 7 زائد 2. 2 لقاش هادي مشينا مع هادا، 7 زائد 2 هي جذر 9، و 9 هي 3 في 3، أنا غتعطيك هي جذر 3 أس 2 اللي هي 3. الو غادي ندوزو للفقرة الثانية. وبالمناسبة الدرس هذا فيه 5 ديال الفقرات، يعني فيه الفقرة الأولانية ديال التعريف ديال لاغاسين، الفقرة الثانية ديال الريزولطر ليكواسيون، والفقرة الثانية الفقرة الثالثة فيها العمليات على الجذور المربعة، والفقرة الرابعة فيها إزالة الجذر من المقام. بالنسبة لهذا الشرح هذا انا كنشرح بالعربية، يعني الموالين الفرنسي والعربية كنشرح لهم بجوج، ولكن التلخيص كنلخص لصحاب فرنسي. بالنسبة اللي بغى التلخيص بالعربية وكنخير عربي، كما قلت لكم كاين في الانستغرام. ندوزو الموضوع ديالنا. قالك هنايا غيزوردغ ليكواسيون اكس اس 2 كتساوي لنا ا، يعني واحد المعادلة حليناها وعطاتنا القيمة ديال اكس اس 2 كتساوي لنا ا عبارة عن عدد. الا خرج لينا هاد العدد هذا اللي هو الحل ديال اكس اس 2 اكبر من الزيرو، كنقولو الي دو سوليسيون، يعني عندنا جوج الحلول، يعني جذر ا اي ناقص جذر ا، يعني جذر ا اي ناقص جذر ا. الا خرجت لينا كتساوي لنا الزيرو غنديرو الي سول سوليسيون، يعني عندها غير حل واحد اللي هو زيرو. الا خرجت لينا الحل ديال هادي اصغر من الزيرو غنقولو ان با دو سوليسيون، يعني ما عندهاش حل كاع بخطره. ولا قلنا اصغر من الزيرو يعني راه ناقص واحد ناقص جوج غنقولو اصغر من الزيرو. هنا رانا واحد جوج ثلاثة اكبر من الزيرو. ندير واحد ليكزومبل، ندير واحد ليكزومبل. ليكواسيون الاولى، ليكواسيون الاولى غنديرو على حساب هادي. ليكواسيون بالنسبة للدراري راه هادشي راه غادي ندير عليه سلسلة ديال التمارين وغادي تفهمو مزيان. بالنسبة اللي بغا يوجد الفروض والامتحانات، ناقص 15 يعني 3 اكس، يعني راه ناقص 15 حيديناها ليه ولات ناقص 15. راكم عارفين المعادلة من الدرجة الأولى، يعني أن 3 اكس أس 2 كتساوي شحال؟ 3 ناقص 15 هي ناقص 12. ديروها في كالكيلا، يعني اكس أس 2 غتعطيك هي ناقص 12، هادي ضرب غترجع قسمة غتعطيك هي 3، ناقص 12 على 3 هي ناقص 4. الوغ دونك انا خرجت لينا سالب، كما تجي تشوفو. دونك il n'est pas دو سوليسيون. ندوزو المثال الثاني. المثال الثاني غادي يكون على هادي ليكواسيون الثانية. ليكواسيون كتكتب على هاد الشكل: جوج اكس اثنان ناقص واحد تساوي ناقص جوج. بالنسبة للسكريناج بلا ما تسكرينيو لحقاش غادي نصور لكم الورقة وغنحطها لكم في الانستغرام. بالنسبة للخيار فرنسي اللي كندير لهم التلخيص دابا، هنا غنديرو النشر باقي ما قريناش، غنقراو الحصة الجاية، ولكن غتاخد واحد النبذة. يعني جوج في اكس
أس اثنان، غنضرب غنديرو الجداء هي جوج إكس أس اثنان ناقص في الزائد هي الناقص جوج في واحد جوج كتساوي لنا ناقص جوج تكافئ جوج إكس أس اثنان كتساوي لنا ناقص جوج غتبقى هادي غتمشي لي غتولي زائد جوج هادي تبدلات الإشارة فاش مشات لعند هادي غتبقى لك هي إكس غتبقى لك هي جوج إكس أس اثنان كتساوي لنا زيرو يعني أن إكس أس اثنان كتساوي لنا زيرو هادي جود يعني زيرو على جوج راه هي زيرو الوغ il est seule solution اللي سول سوليسيون اللي هي زيرو. ناخدو واحد المثال اللي هو ثالث يعني تيتعلق بهادي يخرج لينا ا موجب كما كتشوفوا اكس القيمه ديال اكس شحال كتخرج لينا في المعادله ديك الساعه المعادله البروف ديالك هو اللي غادي يعطيه لك ليكواسيون جوج إكس أس اثنان كتساوي لنا ستة تكافئ حل المعادلة من الدرجة الأولى إكس أس اثنان كتساوي لنا ستة على جوج ستة على جوج هي تلاتة في كالكيلا تلاتة هي أعداد موجب ألوغ إلي دو سوليسيون اللي هي ناقص جذر تلاتة إي جذر تلاتة هي هادي. المهم الإخوان غادي ندوزو لفقرة جديدة عاوتاني اللي هي لوبيراسيون سور لي غاسين كاري. أولا كبيرة غنديرو المولتيبليكاسيون إي ديفيزيون يعني الضرب والقسمة نكتبها لكم هنايا الضرب والقسمة. عندك جذر أ فوا بي كتساوي لنا جذر أ في جذر بي يعني ممكن نفرقوهم بحال مثلا بحال هكا غنديرو أ هي سبعة في ربعة متفقين معايا الإخوان هي سبعة في ربعة ولا نديرو في خمسة يعني هادي ممكن أننا نفرقو لها الجذر غتبقى لك جذر سبعة جذر خمسة. بالنسبة للثانية قالك جذر أ أس اثنان فوا بي كتساوي لنا أ جذر بي يعني جذر أ أس اثنان يعني كنخرجو كنفرقو عليها المقام كما قلتي. مثلا بالنسبة للمثال الثاني غناخدو أ هي تمنية أس اثنان فوا سبعة ونفرقو عليهم المقام تمنية أس اثنان فوا جذر سبعة تمنية أس اثنان هي تمنية غتمشي مع تمنية هي تمنية جذر سبعة وراه هي هادي أ جذر بي. ندوزو الثالثة اللي هي ديال القسمة قالك جذر واحد على بي كتساوي لنا هي واحد على جذر بي كتساوي لنا جذر بي على بي. هنايا قالك جذر واحد على بي هنا في القسمة ممكن أننا نفرقو عليهم عاوتاني غتعطيك هي جذر واحد على جذر بي. فرقنا جذر واحد قلنا قبيلة قلنا هي واحد جذر بي هي جذر بي وبالنسبة لهاد جذر بي على بي غنضربو في المرافق يعني غادي نضربو في جذر بي وغنقسمو عليها نضربو في هاد جذر بي وغنقسمو عليها غتعطيك هي واحد جذر بي على جذر بي جذر بي واحد في جذر بي هي جذر بي وجذر بي في جذر بي هي جذر بي أس اثنان غتعطيك هي جذر بي على بي وراه هي اللي داروها. نتمنى الإخوان تكونوا فهمتوا هادشي. بالنسبة للمثال الثالث قالك جذر أ على بي هي جذر أ على جذر بي. هاي مثلا غناخدو جذر سبعة
على 8 راه ممكن اننا نكتبوه على هاد الشكل هذا، جذر 7 على جذر 8. بالنسبة لهادي، هادي أ على جذر بي، إذن أ على جذر بي هي غادي نضربو في المرافق عاوتاني، غادي نضربو في المرافق اللي هي غادي تعطينا جذر بي، غتعطيك هي أ جذر بي، غنضربو في جذر بي ونقسمو على جذر بي، غتعطيك هي جذر بي في جذر بي، مدرت والو، ضربت وقسمت، غتعطيك هي أ جذر بي على بي، راه هي هادي. غندير واحد الأمثلة، اكزومبل. ندير واحد ديزيكزومبل، مثلا عندك جذر جوج، جذر ستة، هادشي كامل غندير ليه سلسلة ديال التمارين، يعني ستة جوج، غنعطيكم تخرجوها وغنصححها معاكم ان شاء الله. غتعطيك ستة في جوج هي 12، يعني كانوا عندنا مفرقين درنا لهم جذر واحد. غندير واحد المثال اخر عاوتاني، بحال مثلا 3 أس 2 في 11، غنفرقو بينهم الجذر، تعطيك جذر 3 أس 2 جذر 11، جذر 3 أس 2 هي 3 جذر 11. متفقين الإخوان؟ بحال مثلا غيعطيك واحد التمرين بطريقة غير مباشرة اللي هي 25 في 7. شنو هي 25؟ هي جذر 5 أس 2، يعني 5 في 5، وجذر 7 اللي هي 5 جذر 7. نتمنى الإخوان تكونوا فهمتوا. غادي ندوزو ديال في الأمثلة الأخرين، غادي ندوزو ندير واحد المثال واحد آخر، بحال مثلا جذر 8 على جذر جوج، جذر 8 على جذر جوج، جذر 8 على جذر جوج راه ممكن اننا نديرو ليهم جذر واحد، عطاك هي 8 على جوج، وجذر 8 على جوج راه هي جذر 4، و4 هي جوج أس جوج، يعني جوج أس 2، غتعطيك هي جوج. متفقين؟ غندير واحد المثال واحد اخر عاوتاني، بحال مثلا جذر 9 على جوج، راه هي جذر 9 على جذر جوج، غنفرقوهم، جذر 9 هي 3، يعني جذر 3 أس 2 غتمشي أو كاري مع الجذر، غتعطيك هي 3 على جذر جوج. المهم الإخوان غادي ندوزو لواحد الفقرة جديدة اللي هي لا تكنيك دو ديمونطراج، يعني تقنية التفكيك. يا إخوان تقنية التفكيك. اسمحولي الإخوان راه صوتي شوية مغير، يعني ضربني البرد. غنديرو دي زيكزامبل، نديرو دي زيكزامبل. ليكزامبل الاولاني هو جذر 180. شنو هو جذر 180؟ هو جذر 4 في 9 في 5، يعني هاد 180 راه هي يعني 5 في 9 في 4 هي 180، يعني الضرب الجداء ديال هادو هو تعطينا 180، يعني 4 في 5 في 4 في 9 في 5 كتعطينا 180. هنا غنقدرو نفرقو الجذر، تعطيك جذر 4 جذر 9 جذر 5. جذر 4 هي شحال؟ هي جوج، يعني جذر جوج أس 2 هي جوج، جذر 9 هي جذر 3 أس 2 اللي هي 3 في جذر 5، جوج 3 6 جذر 5. فهمتو الإخوان؟ هاد جذر 4 هادي هي جذر جوج أس جوج، و جذر و 9 هي 3 أس 2 جذر 5. فهمتو الإخوان؟ دابا كيفاش درنا. ندير واحد مثال اخر، نديرو جذر 7 أس 5
شنو هو جذر 7 أس 5؟ راه هو جذر 7 أس 4 في 7. يعني عددين اللي هما نفس الأساس نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين ويعطونا هما هذا. يعني فككنا غتعطينا هي جذر، هي جذر 7 أس 2 الكل أس 2 في 7. غتعطيك هي 7 أس 2 جذر 7 اللي هي 7 أس 2 جذر 7 هي 49 جذر 7. غندير واحد المثال آخر عاوتاني. مثلا جذر 150، جذر 150 هي 25 في 6. يعني 25 في 6 كتعطينا 150. 25 شحال 25 هي جذر 5 أس 2 في جذر 6. غتمشي لنا هادي مع هادي غتعطيك هي 5، غتعطيك هي 5 جذر 6. نجي نديرنا هنا في الكالكيلا جذر 150 راه كتساوي غنجمعو الإخوان هي 5 جذر 6. يعني هادي إلا بغيتو تأكدو تقدرو تستعملو الكالكيلا. بالنسبة للإخوان لهاد تقنية التفكيك، بحال مثلا بغينا نفكو 12. شنو هي 12؟ هي جذر 4 في 3، هي جذر 4 في جذر 3. هاديك هي جوج جذر 3 لأن جذر 4 هو جوج. ناخد واحد المثال آخر عاوتاني. ناخد واحد المثال 15 هو جذر 3 5. يعني جذر 3 في جذر 5 اللي هو جذر 3 في 5 اللي هي 15. ولا غنرجعو عاوتاني. المهم هي جذر 3 في جذر 5. باش اللي جينا درناها هنايا في الكالكيلا جذر 15 غتعطيك هي جذر 15. جذر 15 غتعطينا هي جذر 15. المهم غنسالو من هاد الفقرة هادي وغندوزو لواحد الفقرة عاوتاني جديدة. واحد الفقرة جديدة اللي هي سوبريمي لو غاسين كاري دو ديمونستراسيون، يعني حذف الجذر المربع من المقام. هنا غيكون عندنا 3 كونديسيون. غنبداو بالكونديسيون الاولى اللي هي الحالة الاولى. لا بوزيسيون كونتيان با زائد ولا ناقص. يعني داك يعني بحال مثلا غتكون عندنا غير جذر 3 ولا غتكون عندنا هي 3 على جذر 3. يعني ما كاين لا زائد لا ناقص. في الحالة الثالثة غادي نشوفو يكونتيان ا بليس او موان. يعني يكونتيان با بليس او موان يعني غتكون عندنا 3 غيكون عندنا لتحت شي ضرب ولا جمع ولا طرح. يعني زائد جذر 4. هادي هي n'a pas contient à plus ou moins، وهادي il contient à plus ou moins. يعني حنا دابا في هاد الحالة هادي غندير واحد الأمثلة هما دي زيكزامبل. كاينة جوج على جذر 5. جوج على جذر 5 هنا غادي نحيدو الجذر من المقام. يعني كنحيدو هاد الجذر هذا من المقام. هاد الجذر هذا غنحيدوه من المقام. اش غادي نديرو؟ غادي نضربو في المرافق. غتعطيك جوج جذر 5. يعني غنضربو جذر 5 ونقسمو على جذر 5. شحال جوج جذر 5؟ هي جوج جذر 5. شحال هي جذر 5 او كاري؟ جذر 5 في جذر 5 غتعطيك هي جوج جذر 5 على 5. متفقين؟ غنجيو تاني نحيدو عاوتاني الجذر المربع من هادي. غتعطيك هي جذر 3. يعني غنضربو في هادي ونقسمو عليها. غتعطيك جذر 3 في جذر جوج في 5 غنقسمو عليها. غتعطيك جوج جذر 5 جذر جوج في 5 جذر جوج. غتعطيك 3 في جوج 6. يعني ممكن هنا نضربو. غتعطيك هي جذر 6 5 على 5 أس 2 في جذر جوج أس 2. اللي غتعطيك 5 جذر 6
اللي غتعطي 5 جذر 6 على 5 أس 2 هي 25. 25 في جوج، عفوا في جوج، إلا غتمشي هادي مع هادي. 25 في جوج شحال؟ 25 في جوج هي 50. الوغ هادي هي إزالة الجذر من المقام، يعني كنحيدو الجذر من المقام. يعني عندنا هاد المقام هذا، مثلا عندنا 3 على جذر 4، كنحيدو هاد المقام هذا، هاد جذر 4. وتبعو معايا هاد لابارتي هادي راها مهمة بزاف. المهم الا بغينا نحيدو الجذر من المربع من المقام، كنضربو في هذاك اللي بغينا نحيدو ليه الجذر وكنقسمو عليه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. المهم غادي ندوزو لواحد الفقرة حتى هي اللي هي مهمة بزاف. غادي هي باش كنحيدو الجذر المربع حتى هي من المقام، وهي غادي نستعملو في هذه اللي كنت قلت لكم، يعني في العكس ديال هذه ديال لوبوزيسيون. يكونتيون ا بليس او موان، غادي نستعملوها في الثانيه. المهم ما علينا، غادي ندخلو في صلب الموضوع اللي هو المرافق. اكومباغنومون. ديفينيسيون قالك لاغريمون دو لو نومبر جذر ا زائد جذر بي سي جذر ا ناقص جذر بي. وقالك عاوتاني جذر ا زائد جذر بي كتساوي لنا جذر ا ناقص جذر بي كتساوي لنا ا ناقص بي. انا عارفك ما فهمتي والو. المهم انا غندير لك لي زيكزامبل. يعني غادي نديرو مثلا ا هي 7 زائد بي هي 3. المرافق تاعها هادي المرافق تاعها هو كنبدلو غير الاشاره، غتعطيك جذر 7 ناقص جذر 3. بحال المرافق ديال الضرب، بحال المرافق ديال الجمع هو الطرح، والمرافق ديال الطرح هو الجمع. هادشي هو اللي خصك تفهم نتايا، هذا هو المرافق. مثلا نجيو نطبقو هاد الخاصيه هادي. قالك جذر 7 ناقص جذر 3، يعني المرافقين غنديرو لهم الضرب بيناتهم، جذر 7 زائد جذر 3. هادي غادي تعطيك هي 7 ناقص 3، غتعطيك ا ناقص بي 7 ناقص 3. غندير واحد المثال واحد اخر عاوتاني. مثلا جذر 6 زائد جذر 2، يعني عندك الجمع عاوتاني، يعني المرافق ديالو هو الضرب، لا عفوا الطرح، جذر 2. هادي المرافق ديالها هو هذا. عاوتاني غنجيو نطبقو ديك الخاصيه، هي ناقص عفوا جذر 2، يعني جذر 6 زائد جذر 2 كتساوي لنا هادي هي 6 ناقص 2، كتساوي لنا 6 ناقص 2. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الفقره هادي. غندوزو للفقره الثانيه اللي من بعدها. الوغ غادي ندوزو للفقره اللي من بعدها ديال ازاله الجذر من المقام. يعني هذه الحاله الثانيه. الحاله الاولى كنا شفنا فيها الحاله الاولى كنا شفنا فيها غير 2 على جذر 5، 2 على جذر 3. هنا غادي نبدلو، غتولي عندنا 2 على جذر 5 زائد شي حاجه، و2 على جذر 3 ناقص جذر شي حاجه. فهمتي؟ هنا في هاد الحاله دي الثانيه اللي غنشوفو دابا عندنا كاين الطرح بيناتهم، الجذور كاين الطرح بيناتهم. يعني هنا غنستعمل المرافق اللي عاد قرينا عاد دابا شويه. اما الاولانيه كانت عاديه وراه درنا الحاله ديالها قبل. غادي نبداو ونشوفوا هذا المثال هذا جا هو هذا. لا بوزيسيون اي كونتيان ا بلس او موان، يعني المقام يحتوي على زائد وناقص. المهم انا عندك 3 هنا الاخوان غنضربو في المرافق، جذر 2 زائد جذر 9. الوغ شنو هو المرافق ديال هادي؟ هو الناقص. غتعطيك هي جذر 2 ناقص جذر 9. المرافق ديال هادي هو المرافق ديال هادي. انا غنضربو في المرافق، و يعني غنضربو عليه وغنقسمو عليه.
غتعطيك هي جذر جوج ناقص جذر تلاتة، يعني ضربنا فيه وقسمنا عليه مرافق. والهدف من المرافق هو اننا نختزل. قلنا جذر جوج زائد جذر تسعود، جذر جوج ناقص جذر تسعود، غنرجعو لهاد الخاصية هادي. جذر أ زائد جذر بي عامل جذر أ ناقص جذر بي كتساوي لنا أ ناقص بي، اللي كتساوي لينا جوج ناقص تسعود، كتساوي لنا أ ناقص بي. هنايا غتعطيك هي تلاتة عامل جذر جوج ناقص جذر تلاتة، اللي هي غتعطيك تلاتة عامل جذر جوج ناقص جذر تلاتة، غتعطيك جوج ناقص تسعود. شحال جوج ناقص تسعود؟ جوج ناقص تسعود غتعطيك هي سبعة، ناقص سبعة عفوا، يعني غتعطيك هي ناقص تلاتة عامل جذر جوج ناقص جذر تلاتة على سبعة. هنا مبغيتش ندير النشر لحقاش باقي مقريتوش، وغادي نديرو حتى الحصة الجاية، لهذا غنحبس حد هنا. المهم غادي نكونو سالينا الدرس ديالنا، هذه اخر فقرة. نتمنى نكون وصلت لكم المعلومة بأبسط ما يمكن، ونتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والمهم واحد المسألة، التلخيص ديال صحاب العربية راني درتو ليهم في الانستغرام، و هذيك الورقة تاهي غنصورها وغنديرها لكم تاهي في الانستغرام ديالي. يعني هاد الورقة هادي كاملة اللي فيها التلخيص ديال الموالين البيوف، هاد الورقة هادي فيها التلخيص ديال الموالين البيوف غنلوحها لكم في الانستغرام، والسلسلة ديال التمارين ايضا باش نصحح معكم التمارين ان شاء الله. واللي عنده شي سؤال خصوصا الدرس هذا يقولوا لي في التعليقات، وماشي مشكل نقدر نعاود الفيديو على قبله. وشكرا.